سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب وانتم تشوفوا في هاد لا فيديو. اليوم جبت لكم وصفة دي ترونش تاع لا باتيسري تاع هاد الجاتو المعروف اللي هي حلوة الموكا بكل تفاصيلها. ولكن قبل ما نبدأ نحب نرحب بكل المتتبعات جدد اللي دخلوا للقناة، ونقول لهم ما تنسوش تفعلوا الجرس نتاعكم باش يوصلكم كل جديد. واذا عجبتكم لا فيديو خليولي انجام. اول حاجه درتها رحت طيبت ان سيرو باش نشرب لو بسكوي نتاعي. دونك هزيت كاس تاع السكر العادي، حطيت له زوج كيسان تاع الماء وإون ترونش تاع القارص، حطيتهم فوق النار. دونك خليته حتى هز الغليه نتاعو. من بعد حسبت له 10 دقائق ومن بعد طفيت عليه وخليته بجهه يبرد. يعني أنا دايمًا كي نخدم لا باتيسري في الدار، هاد لو سيرو نطيبوه الصباح كي نوض ونخليه يبرد في غردو، هكذا نكون نقصت عليا اون ايتاب ويكون السيرو تاعي برد في غردو. تاني حاجة رحت درتها هي لو بسكوي. أول حاجة نديرها قبل ما نبدا نضرب في هذا لو بسكوي نتاعي، نروح نشعل لو فور نخليه يسخن على 180 درجة مئوية. تاني حاجة البيض نتاعي نكون خرجته قبل ما نبدا نخدم فيها، يعني يكون بدرجة حرارة الغرفة. دونك نحط 4 بيضات مع قرصة ملح و120 غرام تاع السكر عادي، ندربهم مليح 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 حتى نتحصلوا على خليط يكون أبيض ويزيد في الحجم. هذا هو القوام المطلوب. هنا نروح نضيف الفانينة ولافاني والخميرة الكيميائية. عندي 120 غرام تاع الفارينة، نصف ملعقة تاع قهوة نتاع الخميرة الكيميائية، وملعقة تاع ديسير معمرة نتاع لافاني. وهنايا ندخل الفارينة مليح مليح بهذه الطريقة كما تشوفوا في لا فيديو. بعد ما تدخل لي الفارينة نروح نجيب بلاطو لي ديمونسيون تاعو 30 سنتيمتر في 40 سنتيمتر، نفرشو بلو بابي كويسان، ومن بعد نفرغ هذا الخليط تاعي فيه، نسويلو السطح نتاعو باش يجينا بنفس السمك. ومن بعد ندخلو للفور نطيبو من تحت كي يطيب لي نشعلو من فوق، نديرلو تحميرة نخرجو ونخليه يبرد. بعد ما يبرد لي لو بسكوي نتاعي نبدا نطبع فيه بشكل دائري، وانتم لكم الاختيار، يعني تقدروا تطبعوه باي شكل خلاف، تقدروا ديروه كاغي، تقدروا، انا حبيت الشكل هذا. هادو لي شوت لي بقاولي نقصهم بالطريقه هذه ونزيد ندخلهم للفور يتحمصوا لي مليح، ونخرجهم نعقبهم في السيار الخشين باش نزينوا بهم في الاخير. دونك هنا رايحين نبريباريو لا كريم او بور على مورينغ سويس. هنا كملاحظة برك اللي ما يحبوش لا كريم او بور يعني ينحيو الخطوة هذه خلاص ويروحوا يعوضوها بلا كريم شونتيي. هنا أنا حبيت نعطيكم الوصفة الأصلية، وانتم تقدروا ديروا هذه التغييرات على حساب الذوق نتاعكم، يعني اللي تجيهم لا كريم او بور ثقيلة و يعني ما يحبوهاش يقدروا يبدلوها بلا كريم شونتيي. وبالنسبة للذوق نتاع لا كريم تقدروا ديروا أي ذوق حايبينه. أنا هنا مثلا درت ذوق كراميل، نتوما تقدروا تعوضوه مثلا بذوق القهوة. جبت ان ريسيبيون حطيت فيه 3 بيض بدرجة حرارة الغرفة، اون بانسي دو سيل، زدت لهم 125 غرام تاع السكر عادي، نخلطهم بالفوي ونحطهم فوق ان بان ماغي كنت ديجا وجدته، يعني كنت سخنت ديجا الماء. كي يسخن هذاك الماء نحط فوقو لو ريسيبيون، ما لازمش لو ريسيبيون تاعي يلامس السطح نتاع الماء، ونقعد نحرك حتى نشوف السكر نتاعي داب. كيفاش نعرف بلي السكر داب؟ دونك نحط يعني نحط يدي نلقى هذوك الحبيبات تاع السكر ما كانش اختفاو. دون سو كا نطفي الغاز نتاعي، نهز لو ريسيبيون تاعي ونبدا نباطي في هذاك البلون دوف حتى نتحصلوا على اون مورينغ كيما موالفين.
بعد ما طلعت لي لا مورينغ نتأكد أولا باللي راهي باردة، ومن بعد نروح نضيف لها ملعقة كيما شفتوا في الفيديو نتاع لافاني، ونضيف لها بالتدريج 225 غرام تاع الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة. هذا هو القوام، نزيد نكهها بليكستري تاع الكراميل، هنا المقطع راح لي، ونحطها في الفريجيدير تبرد لو طون اللي ندير لو مونتاج. وجدت المكونات كامل اللي راح ندير بيهم لو مونتاج كيما تلاحظوا. دركا جبت هادو لي رونديل اللي قصيتهم في الاول، شربتهم بلو سيرو اللي طيبناه في الاول. هنايا بعد ما بردنا وبردنا لو بسكوي كيما تلاحظوا. ومن بعد جبت لا كريم او بور اللي درناها، حطيتها في اون بوش باش تجيني خدمه نظيفه وسهله. وزعتها على السطح نتاع هذوك لي رونديل، حطيت لا رونديل الثانيه من فوق كما تلاحظوا، وعديت على السطح نتاعها بلا كريم. ومن بعد نحطها في هذاك الفوتات اللي وجدته نتاع لو بسكوي نتاعنا كما تشوفوا في لا فوتو. مرغته في هذاك الفوتات مليح على الجناب، يعني درت نفس العملية للحبات كامل اللي خرجتهم. بعد ما درت الحبات كامل بنفس الطريقة، رحت جبت لا كريم او بور نتاعي وحطيتها من فوق كتزيين، يعني التزيين هنا اختياري. من بعد رحت زدت لهم لا كونفيتور في هذاك الفراغ اللي في النص، وهذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها في الأخير. إن شاء الله يا ربي تكون الوصفة عجبتكم وفهمتوا الطريقة، تجربوها وتنجحوا فيها. نلتقي إن شاء الله في وصفات أخرى مع لمسات أم أحمد DZ.